السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما تيجي الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفات وحلويات نورهين. النهاردة بقى معانا فيديو خفيف كده وصغير وحلو. هنعمل فيه وصفة حلوة اوي للفطار او للعشاء. هنعمل فيه ايه؟ يلا بينا نسمي الله وندخل نشوف هنعمل ايه. معايا لفة رقاق نص كيلو. هعمل رقاق باللبن. طبعا احنا متعودين ان احنا بنعمل الرقاق بالشوربة عادي او باللحمة المفرومة. لا، احنا النهاردة هنستبدل الشوربة باللبن، وهنحط سمنة طبعا عادي زي ما بنحط في الرقاق بتاعنا بطريقة سهلة قوي. هيعجبكم خالص وحاجة جديدة. جربوا الوصفة هتعجبكم. معايا بقى سمنة مسيحاها كده على النار لان ما ينفعش احطها وهي متجمدة. وطبعا ايه، زي ما احنا متعودين بننزل الرقاق في الشوربة، لا احنا هنسخن لبن بالسكر، نحليه بالسكر وهننزل بقى الرقاق كده فيه ونرصه ونحط في كل رق سمنة زي ما بنعمل في الرقاق اللي هو بالشوربة عادي جدا، بس بنستبدل الشوربة باللبن. دي بقى حاجة للعشاء او للفطار غير الرقاق اللي احنا متعودين عليه اللي هو باللحمة. طبعا اللبن اللي انا مسخناه ده محليه بالسكر، يعني مش لبن كده، لا حاطه فيه سكر محليه. ودفيت السمنه كده عشان ما ينفعش احطها ساقعه. وفي كل رق هحط سمنه. ممكن بقى عايزه تشتري الرق ده اشتريه، عايزه تعمليه انتي في البيت. انا منزله كنت الطريقه، هتلاقيها على القناه عندي. لو كتبتي طريقة الرقاق الناشف هتنزلك على طول الرقاق الناشف والرقاق الطري مع بعض، عاملة الوصفتين. ده لو انتي حابة تعمليه. بصوا بقى هنا انا مرضيتش اطول عليكم الفيديو، زي ما قلتلكوا الفيديو النهاردة خفيف كده وبسيط خالص. خلصت الكمية كلها. بصوا بقى لازم تسقيها كده اللبن، وسبت شوية عشان لما يطلع من الفرن احطه عليهم على الرقاق يعني. بصوا بقى احط بقى باقي كمية السمنة، وما ينفعش اقطعه وهو كده، لازم اسيبه 10 دقايق عشان يطرى. لانك لو قطعتيه وهو برضو ناشف شوية هتلاقيه كله اتكسر معاكي. هفضي بقى باقي كمية اللبن واسيبها لحد ما الرقاق يدخل الفرن على درجة حرارة 180 ويطلع. اروح حاطة بقى باقي اللبن اللي هو فضل منه. بصوا بقى هنا انا كان سبته 10 دقايق بس. انا طبعا فصلت الفيديو سبته 10 دقايق. بصوا بقى كده بيتقطع معايا بسهولة ازاي. ما بيتكسرش ولا اي حاجة عشان اللبن بتاعه زيادة ومطريه وحلو. لازم تحطي سكر في اللبن، ما ينفعش تعملي اللبن كده هيبقى ماسخ. احنا طبعا قلنا ان دي طريقة للعشاء او للفطار. زي الرقاق زي قصدي الفطير اللي احنا بنشتريه من بره اللي هو بالسكر واللبن. في بيحطوا مكسرات، عايزة تحطي مكسرات في النص تحطي، عايزة تسيبيه كده يعني تاكليه مع شاي بلبن زي ما انت عايزة. انا ما حطيتش حاجة وفضلت ان هو يكون زي الفطير اللي احنا بنشتريه من بره. بصوا بقى هنا كان دخل على درجة حرارة 180 وحطيت له اللبن اول ما طلع اللي هو فضل باقي كمية اللبن. بصوا بقى اللبن فيه ازاي متحمر كده من الوش وتحفة. والله انا كنت اول مرة اجرب الطريقة دي بس عجبتني قوي. مفيهاش سكر كتير وحلوة جدا. انا ما اكلتش منه بصراحة، بس كل اللي في البيت قالوا لي تسلم ايدك، يعني عجبهم قوي. اول ما بيطلع كده بسيبه يهدى شوية وبعد كده احط له سكر البودر كده زي ما انتوا شايفين على الوش. ما تكتفيش بكمية السكر اللي انتي حطيتيها في اللبن لان برضو هيطلع مسخ منك شوية، فلازم تحطي سكر بودرة.
بس عايزة تحطي مثلا معلقتين سمنة كده تديله طعم حطي. بس انا كنت حاطة سمنة ياما، كانت الكمية حلوة فكان ادامه حلو ومظبوط. بس سبته بقى يهدى شوية. بصوا السكر صح من على الوش. اطلع بقى حتة كده واوريهالكوا طري ازاي. كان طعمه زي الفطير اللي احنا بنشتريه من بره، واحلى كمان حاجة انت عاملاه في البيت. وحاطة يعني متوصية بقى بمخدومة مش زي اللي انت بتشتريه من بره. بصوا متحمر ازاي. وكنت زقيه باللبن اول ما طلع فكان طري، وكان طعمه حلو قوي، والسكر كان ساح من عليه شوية. احط بقى كده حتة قشطة على الوش ندلع بقى الفطير بتاعنا. ما عندكيش قشطة ما تحطيش خلاص، يعني اكتفي بيه كده. بس احنا بقى ايه يعني حبينا ندلع الفطير شوية. بصوا طري ازاي بيتقطع كده بالمعلقة. بص حلو جدا. الفيديو النهارده كان قصير قوي، بتمنى ان هو يكون عجبكم. لايك وشير بقى وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من وصفات وحلويات نورهان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة هتعجبكم جدا، وسهل قوي ما اخدش مني 10 دقايق. تصبحوا على خير.